لما جه النادي بتاع الريان تفاوضوا مع نادي الزمالك ووصل عرض 5 مليون دولار. عرض الشباب وصل للنادي 6 او 7 مليون دولار، بس هو 6 مليون دولار تقريبا اللي انا فاكره. في بونص يتحقق 10% من عقد الرعايه بتاع نادي الشباب. الوقت ده كان نادي الشباب كان بياخد 90 او 100 مليون ريال، كان الزمالك ياخد منه 10%. شهر 8 جه العرض بتاع نيوم، كان 6 مليون 6.5 مليون دولار. قلنا يعني مفوض بان هو يتفاوض معانا وفي الرقم اللي احنا عايزينه. تصدقني لو قلت لك ان الراجل جه قعد في مصر يومين، اجل الطياره مرتين ثلاثه ومفيش حد عايز يقابله؟ عرض من الريان القطري، الشباب السعودي، نيوم السعودي والاتفاق السعودي جاله عرض ب 2.5 مليون دولار وهو عقد منتهي. ومجلس الزمالك ده مجلس اداره الزمالك لو اهلاوي مش هيعمل كده. اه والله مش هيعمل كده. تخيل مجلس اداره الزمالك بيتعامل مع اغلى لعيب في مصر بالطريقه دي ويجي يقول لك زيزو خايف. ما بقولش كده خالص عشان جه الاهلي، انا قبل ما يجي الاهلي انا بحب زيزو كشخصيه اصلا شخصيه محترمه وهاديه، واحنا لو كنا بنحبه على فكره، ما نقولش لا. ولكن تخيل مجلس اداره الزمالك بيتعامل كده مع اهم لعيب عنده واغلى لعيب في مصر، لو اهلاوي مش هيعمل كده.